بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عليكم يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وبوأكم منازل طيبات، تحية من تبوأها سلام. إلهي سبحانه وتعالى يا مهد له مكان كان خيرك وناق بدن نقول كل ميي أو ما أنت أن أفدنه أرددي قرآن كدميسي إن أن أهم بلينه، كذلك والدين تكسو دادال إن أهم بلينه، وحاكلوا فدنا معلمين تي جهدك كبحينه إن أن أهم بلينه. حلقة هذا الوجر ولا صعنا عليسك أوجره عذر هذا إجران ولا صعنا حتى وحلقة اللي استوى والدين تعستهان معنا أرديدا سا أترير إيا والدين تي محا والدين تي كلا كدعي أرديدي كلا ولقينا ملنقو بران سيدان أو كلا، لكن حالة ودنك وادلا سعوتين وأمر وحالوكو بحي دادك مالي سوكو إيمانا ترع أو حددن أي الله مقعابي والدين بدن ديارة يوها إني نقل قيب قلان أردي بدن ديارة يوها نقع فسحني وحان أفسحني لأجل عذر كاسي نفكاس درتيسا marka waalidiintii oo maxalli rada ilmahoodii quraanka dhameeyay maxalli rada ardadii quraanka dhameysay ayaan ka soo xulanay anagoo ilaalinayna nidaamka wadanka. marka insha Allah taala waqtiga maadaama uu ciriir u yahay waxaan guda galeynaa barnaamijkeena. waxaan ugu horeeyo quraan oo ku furfuri doono ardayga la yiraahdo Abdul Wadud Hasan, falyatafaddal mashkuran ma'jura. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن شاء الله تعالى قدبك كله كحيقة وحديث شريف أو أيضا أخرين دونان مصعب عبد الله محمد إبراهيم، فليتفضل مشكورين مأجورين. بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا
وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل في بصري نورا واجعل من قلبي نورا واجعل من قلبي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا رواه مسلم. بركة ما شاء الله. لبضوا ذا محين وأقريان دعوة مركي الآذى مسجدك اللهم اجعل في قلبي نورا. أيوة الدعاء بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة ما شاء الله. إن شاء الله تعالى وحانا وقحيقة إن شاء الله برنامجك كلمة ونوجدين دونه شيخنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد جزاكم الله خيرا ولا لها مامولك iyo macallimiinta madrasada Albayaan Johannesburg soo qaban qaabiyay hawshan aad iyo aad baan ku mahad celinaynaa ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro waalidka iyo ardada iyo marti sharafta kale ee joogtana waa u mahad celinaynaa farxadan la wadaagaynaa ardadeena maanta dhameysay ee quraanka xafladda loo dhigayo waxaan ku baraarujin lahaa ardada quraanka inta badan way aragnimadeena inta aan hawlahan tacliinta iyo waxbarashada iyo dacwada iyo ku soo dhex jirnay waxa jira ardadu marka ay quraanka dhameeyaan ardaygu markuu quraanka dhameeyo xoogaa madax taag baa gala oo waxa laga yaabaa inuu yiraahdo maxaa madrasadan iyo wali sheekadan soo aniga dhameeyay quraanku waa wax kula noolaanaya oo kula soconaya ilaa jannada laga galo quraanka meel inta la dhigo laga tagayo ma aha wax inta kitaab mar la akhriyo la isku laabaya ma aha haddaad dhamaysay oo aad suuratu muxuu ahaa birabinaas ilaa iyo suuratu al-Fatiha aad gaadhay oo macallinka dhageystay bal xataa haddaad xifdisay oo kulligii dusha aad ka hayso laga dhageysanayo quraanka juhdiga iyo dadaalka la rabo inaad ku bixiso kuma eka intaas ilaa jannada aad ka gasho quraanku waa inuu kula socdo waa inuu isaga sabab kugu noqdo in jannada aan galno in sabab noogu noqdo way ilaahay sabab nooga dhigo akhrintiisa cibaado ah mas'uuliyad baa ka saaran qofka quraanka markuu dhameeyo waa ka duwan yahay qofka aan dhamaynin quraanka aad dhamaysay ilaahay waa kugu xisaabtamaya adiga laftaada quraanka dhamayn iyo barasho waalidka laftiisa aragtida ardayga ka haystaan ilmahooda quraanka inuu dhameeyo meesha u dambaysa gaadha ma ahan meesha u dambaysa quraanka markuu gaadho quraanka in la barto tafsiirkiisa in lagu amal falo nabiga marka laga sheekay sallallahu alayhi wasallam Aisha la weydiiyay maxay tiri kana khuluquhu alquran akhlaaqda nabigu quraanka ahayd kaanama inuu nabigu ahaa quraan soconaya oo kaleeto quraanku marka inuu qalbigeena ku weynaado in dhaqankeena quraanka laga helo quraanka wuxuu reebay inaan ka fogaano quraanku wuxuu na amray inaan la nimaadno dhamaanteen inaan noqono dad quraanka u khidmeeya kan dhiganin ee waalidka ka xataa caruurta ayna u joogin in uu ku bixiyo talo inuu ku bixiyo juhdi inuu ku bixiyo dadaal inuu ku bixiyo dhaqaale quraanka qof kasto muslim ah kitaabka ilaahay subhanahu wa azza wa jalla xaqiisa ka soo degay waxa loo baahan yahay inaayo iyo daryeel gaar ah inaan iska siino dadka xifdiyay ee baray ee sabab noogu noqday inayna baraan ardadeena barayna ixtiraam qalbigeena inay kula hadaan weyn shay muhiim ah way quraanku marka waa waxa kali ah ee maanta waxyaabaha aynu haysano waxa ugu sharafta badan waa quraanka iyo xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam labadaas ilaahay noo soo dejiyay taraktu fiikum nabiga muxuu sallallahu alayhi wasallam ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada waxa idinka tagay wax hadii aad qabsataan gadaashay aydan lumaynin iftiinka rasuulkii maanta ma noola nabi ilaahay maxamed ma noola saxaabadii ma joogaan laakiin maxaa nagu dhaxnool quraankii baa nagu dhaxnool sunnadii nabiga nagu dhaxnool dadkii yaqaanay baa inala jooga masaajidii baa lagu baranayaa madaaristii baa lagu baranayaa inaan haysano inaan ku dadaalno marka farxadaasaan kala qayb galaynaa ardada waxaan leenahay horay u socda juhuudda iyo dadaalka aad bixiseen si laban laaba ku fikira inaad ka mid noqotaan kuwa ilaahay subhanahu wa azza wa jalla nabigu uu tilmaamay ee jannada markay galaan la dhihi doono akhriya quraanka sidaad u akhrin jirteen adduunka markaa ku noolaydeen markaas ay akhrinayaan markaas waxa la leeyahay manzilada ama makaanada jannada aad ka degaysaan waa meesha aayada ugu dambaysa
قرآن كي أخردان قرآن كودن قف كي يقاني محد ملاينسا قرآن كمركات كبيلو وضو هالكن قرآن كودن إلى أخرد كرس علو إلى تران شرا كرس فوليسا حاجات جاريسا جنادنا ويكلا سريسا ويكلا درجة سريسا تطبع مال سوك كدجن ودو تطبع مال لحد جن نبيدا إيه شهداء إيه صادقين إيه حقي دجيهين ماشى أسر رئيس أنبياء إلهي دجن تهي جندا قرآن كدتك يقانا محي أهانيان ملائكة بارياشا أنبياء يدتك صالحين تا يمعود أهانيان مركا وح شرف بدن واي ووح الدون كنا لغو شرف إلهي سبحانه عز وجل كو شرف يو عافمات كذا كو إلالنا يو مسكح هذا عقلك هذا كو إلالنا يو نلش هذا كو إلالنا يو مركا العباد يستحق يساعد قدت القرآن كا آخر مركا تكتنا سوق كون نغني الجنة إناد قشو بل النبي صلى الله عليه وسلم حوت المامي إن قرآن كا وسورة البقرة يا العمران أي هو جامين أيان أي وشفيع دونان ضدك أهل القرآن كأها أي وشفيع دونان أو قرآن كدتك آخرين جري قرآنكو أما كتابك قرآنكو إما أن يكون حجة لك وعليك إنه هذه حجة كون نقضه أو كدعويه أو صاد الضياعي تلمامه أو كهيسته أو كقبصده إيا إن وكوهيليو وشفاعك يجرجار إلهي كويديو أو كجرب استاجو صادر هذا القف كستو أنك إن جامده أنت بدنا وحين عنا نعرورته وحين القرآن كما بريت القرآن كما بريت إلهي القرآن كعرور كل يوم سودتشين دتك واوين يعني دتك نواوين قرآن كدتك لو سودتشي سوكما تشرنو أنا قرش من نوجرت أنا وحبرنو إنه القرآن كما برتو قرآن لما صوبرين والقرآن كآد أنا يا نودي ده قرآن كنا برنو هو يدوى إنه القرآن كبرتو أبوه إنه القرآن كبرتو نينك وين وإنه القرآن كبرتو نينك هو كركلو إنه القرآن كبرتو تدك القرآن كإنه برتانوي كل القرآن كوقت إنه كوبح النوى محايا لي إلهي بأنه سودتشي وجد كهنون كأنكو أرجنو مقدي مركز كنا شايف إفتين بعض بعهنتاي قرآن كو إفتين كوي نو إفتين مني إلهي أنكو راد قلني إني نلقى الدون صدي مركز لله حاران تسكيلالية حلاشة دائمة رنت الشاقة مصدر كوحة نوت الماما يا رقم كاي أخلاق ذا ونكسن إلهي ويسوي سكان برايو تلماما هي صفات إلهي أن كبرنا إنه نبي صلى الله عليه وسلم ديسي نحريستيسي وحاسو إذل قرآن كآية كم ذي كعدها مركا كل جن حل بينك صار القرآن كإنه نبرنا هذا نرجنا هاي هذا ندمرنا هاي هذا نوينا هذا عابنا هاي هذا أرضنا هاي قرآن كوقت أنسين قف كستو نجمي ذا وغيران ها آخريو كتب القرآن كواحد مدة إن ما أنت ماله كم ذا أي إسكا أي إسكا جمعها ضيعين قصير بكوس ختمة يا هذا كهرباء وحالي قيس أي وحي تعلاين دتك أهل الدين كا دتك أهل القرآن كا نمرك دلين يراها أو قيمة بدنا أو خير بدنا أو قرآن كا آد جد دالي شري أو معلم كأها أو إمام كأها مقالة ذا وشوجي أي ويرين رمضان أفر بالوس سمي أنا لا أفر باليري ماش أفر كا شيخ الله دقي أكتيسة العق بدن بتهلي العق تبى اللواي لما دي قف جوري عد عصب على هيدا هالعنق بس هيستأو عنق نوح مقادي كرين والإسور صدي بسدي أوي بالي هذه سوق لي ماش شيخهم بسوق لي حالة الشيخ يبقى العقات هذا ما ده كرنا أسكع مصنو والأسكع مصوني كي وح حناقة إسلامتي وحيتر ما يدب ملاهني إلهي بقى نسينا يا شيب اسكله مدة لقى سوري جاي مدة لقى سور رمضان كي لوميين الشيخي اللي هو لقى شكيه مرضى به يا لوني وشيخي وناجيسي يو أمانة يضطك تشعيل كي وقبين يو في عنانتي الصفات ونكسنا ويسيكر دياني واسده بلا إنه مركل ويارنو أرنتنا إنه ورسمنو نكي يا الله لا ورسنا يا وحلقة يا مال علا إنك كشكي سنة محك سوريكتي لبصنو أفر بالوس سمي شيخي أضي جورج الهبا وحويرني وهذا كهر حبير أنكم مرتقى عن رمضان لحظة أهين العقير وماشان تالي يا ويني وأسويديني miyaad nagu wardhaantaa markaasuu imaamkii baa oohin la dhacay waa isku ooyay maxaa dhacay wal aamusiin waay shaqra allah ma hadda kuma haysano waxba hadda kuma anaga waa ku warsanaynay bas wuxuu yiri waxaas kama ooyahaye waxaan la yaabanahay buu yiri saad quraanka ku tihiin wuxuu yiri lacagta daaqada furnayda dabaysha intay qaaday oo soo celiyay yaan kitaabka quraanka halkaas yaala dhaxdiisaan galiyay buu yiri soo ma garanaysid
marka 2 sano ilaahay kitaabkiisa inaydan kala furin yaan la yaabanahay buu kitaabkii baa lagu orday lacagtii sidii bay u dhaxtaalaa baa guriyo badan oo xaafadeena kamida quraanku sidaas ku yahay lama kala furo lama fiiriyo marka aynu ku dadaalo xil baa dhamaanteen inaga saaran Allah idin barakeeyo aad baan u mahadcelinayaa mar kale macallimiinta iyo waalidiinta ilaahayna waxaan ka baryaynaa sanadkan sanadkiisa inuu nabad qab iyo caafimaad nagu gaarsiiyo annagoo inta ka badan isugu imaan karna hadda sheekhu tilmaamay waxa keenay meeshan ciriiriga ah intan koobanna isugu nimaadno culaysyada iyo duruufaha jira aad baad u mahadsantihiin jazakumullahu khayran assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh شيخنا الشيخ محمود أذر كلمة أوسو جدي وكلمة آد وقيمة بدن أو إتابني صح قارهان والدينته لفتر كود إن لقربه قرآن كإني برتان وأنا أقرأ أصحابته هذا مثلا وكلمة لك هذا حكيم بن حزامي حسان بن ثابت وحليري محلي هذا عاش في الجاهلية 60 سنة وعاش في الإسلام 60 سنة جاهلية اللي 11 سنة يكونوا لاين إسلام اللي 11 سنة ما كان ماشي واحد كفها ميسا أيقول اللي 11 جراءة إني سو إسلامين markaas quraanka barteen ka warama marka waalidiinta laftirkoodii waa laga rabaa inay maxalli raada quraanka ay bartaan ama ay muraajacayaan ama inay dhageystaan jazaahullahu khayran insha Allah ta'ala barnaamijkan hadan si wadna waxa noogu xig maxalli quraan oo uu noo akhrina insha Allah ta'ala ardayda kamid ah Abdurrahman Darwish فليتفضل مشكورا مأجورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي يوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير صدق الله جزاه الله خيرا ما شاء الله دادي سيدا ويرتاي قرآن سيدو أغري فيري ما شاء الله إله سبحانه وتعالى نهبرك إن شاء الله تعالى وها برنامجك نوقحك بإذن الله كلمة موجزة مختصرة كلمة كوبانو ونوجدين دونو القارئ شيخ جامع فليتفضل مشكورا مأجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ولا لها وحيقة عدسدان إنان وحير لحظة دلن يرضى أما يريرك دكسي القرآن كدقانيان إن لقد هذا أما لقد فهم يعني انتو هذا بدن عن كل هذا. I would like to first remind you, some of you who speak English or what you call South African English might have a little bit difficult of noticing some of the words I would say, but I hope inshallah most likely in general you'll understand what I'm going to say. I would like to advise you first of all about the danger of being in a position of a non-Muslim country. So this is, although it's much diverse, South Africa, and it's a little bit upper hands
the Muslims have a lot of influence in the system. But however, it is very dangerous once you don't take yourself to the root of the Quran and the Deen. Albayaan, many years ago, when you were this age, I used to attend here. And I attended when it was a little bit far in a small place. We had about maybe 2 rooms that we used to do our Quran and study the Islamic studies with many shuyukhs that are not available now here. And alhamdulillah, it was something that to have. But however, that does not mean that only coming to the duksi you will get the relief out. But you have to stay and stick in the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. How do you do that? By all the time learning your Quran and memorizing your Quran. And what is the best time to memorize the Quran? I've talked about in many videos and so on. And you will find that in YouTube, M2M Production 100. You'll find many things that I talked about in terms of how to memorize the Quran. But I want to generalize a little bit here since you're here. First of all, when you want to memorize the Quran and you want to be the people of the Quran, memorize it in the morning. Second, the Quran will be always your friend. If you make the Quran your friend, you will never have to worry about the disaster or the stress of this world. Always make the Quran part of your life. And that's why today, the first thing when I've arrived in Canada, I was a young man. I connect myself to the masjid. And I used to attend school. And when I used to attend school, nobody knew the name that I had in school were the same to the name of the masjid. Why? Because the people could not notice between the quality that I had in the school as well as in the masjid. So what I encourage you is that do not get carried away by all the time, by being told by your parents, memorize the Quran, read the Quran, get your Quran out. No, should be your partner. And I guarantee you, you will never be in a loss. Because this Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, He will elevate with some people. يرفعوا. Allah subhanahu wa ta'ala, He will elevate on some nation on this Quran and diselevate those who return and take away and get away from it. And this is what's going to happen, what the Quran tells you. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. If you turn away from the Quran, if you turn away from the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, if you turn away the reminder, which is the Quran reminding you how to become a better person and getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So if you want to be successful, and don't think that, okay, you know, well, when I go to university, the first thing the professor can ask me, hey, have you finished Quran? No. He's not going to ask you that. But the Quran will be always the light of your life. The Quran will be always the light of your life. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala, He tells us the Quran has so many attributes that can benefit you in this world. As well as what? Shifa. It's a cure. So what it cures? All the evil things that can take over you. So you have to take care of your Quran and be always your Quran on your right hand. Keep it with you. Study it. It's not like, okay, I'm finished the Quran now. You know what? Mom, Dad, don't bother me about Quran. I'm finished. No. That should be the beginning of it. If you do that, you'll be successful in this world. And what is success? The success is in the deen, not in the dunya. How many people who have
millions and billions of dollars than actually didn't do good well in this world in terms of spiritual. So spiritually be connected. Second thing, be respectful to your teachers. Always. Do not curse upon them. Do not speak to them with disrespect way. Hakula hadlina macallimiintiina ma arkina inuu waxaad aqoon u yahay. If you find him in the street, hadaa ku aragto jidka maxaa ku leedahay, "Assalamu alaykum macallin, iyo war ma fiican tahay?" You ask him, "How you doing? How is everything going?" And so on. Don't go beside him. And that's not the adab. And be always respectful in the class. Do not speak while you're not being asked to speak. So don't distract other students. Don't be a person who always distract. And many friends and many guys who've been attending the Duxi at that time, you don't see any of them now. They're gone. Some gone somewhere else. Some completely became a garbage, unuseful to the society. So if you don't learn the Quran and you don't learn the meaning of it and you don't get yourself close to it, you become unuseful to the society. And that's what's going to cost us that? We don't have leaders. You are tomorrow the leaders. Tomorrow you are the ones to lead the nations and the ummah. So what you need to do is obtain the knowledge, respect the teachers, and as well respect your parents. Because Allah subhanahu wa ta'ala tells us the importance of respecting the parents. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. And Allah subhanahu wa ta'ala decreed that you should not worship except Allah subhanahu wa ta'ala and do justice and good towards the parents. So your parents, you should respect them. Speak to them with respect because they are the ones who want your success. One thing you have to remember is your father and your mother, they always want you to be better than them. You to have better opportunity than them. Maybe they didn't have the opportunity you have. They didn't have maybe what things that are presented to you at this moment. So what you need to do is, So take that advantage and go on ahead with it. So I advise you to take care of these simple things. Be respectful, and your parents, they want you to be successful, to be better than them, to be better than them, and so on and so forth. So I will advise you, take care of your affairs. waxaa soo hartay waalidiinta waxaa mar walba inay la socdaan waxa ay macallimiinta caruurtiina soo barayaan in lala akhriyo lala diyaariyo ayakoo nadiif ah oo mataqaana carfaya inay keenaan ayakoo mataqaana ilkihii soo cadaysan inuu candareer ka da'eeso inay keenin maxay ahayd dugsiga ee la socdaan kutubtooda qalinkiisa la socdo pencilkiisa la socdo aniga waxaan u dhigaa Edmonton wax ka badan 400 oo caruur ah waa 3 school saddexdaas school mar walbana waa kala hadalna khaasatan caruurta Soomaalida ina soo imaadaan subaxdii al-sayda ayakii qubaystay soo diyaariyay carfayaan khamiiskooda nadiif yahay koofiyadooda xiran kitaabkooda nadiif ah waxyaalaha ugu badan oo dhibka u keena caruurta waxa waaye mar walba markii ay haystaan kitaab cusub taasna maxaa keenaysa waalidka waalidka maanuba oo kitaabkan qaado ma waan ka hadlaynay wax badan kutubta quraanka kulli waa hal kitaab quraan laakiin wuxuu leeyahay waxyaalo aayada oo ka bedelan sida ay dhinaca kale u istaageen yani aayada waxa laga yaabaa page-ka safxada inay ku dhamaato aayada kale waxa laga yaabaa in aayad dhinaca kale ku dhamaato kitaabka kale marka hal kitaab cunugaada bar taasna waxay ka imaanaysaa waalidka hal kitaab u gad ama hal kitaab u soo fur kitaabkaas noloshiisa dhan hawato u xifdi oo maxay ahayd waxa u maraysa u geli maxay ahayd meel fiican marwaba ka fiiri keep all the time in your lifetime one kitab don't change it don't come next day you have a different kitab and then another kitab and then another kitab so I advise you all the time if you want your memorization to be perfect so make sure that you have all the time one kitab so inshallah I don't want to take a long waalidiinta waxaa rabaa inaan mar walba inay xasuusiyo isla wada shaqeeya macallimiinta la shaqeeya
maxay ahayd u sheega waxa aad la kulmaysiin haddii aad qur-aankaada aqoonin aada u dhigi karin ama aad la akhri karin macalinka u sheeg inuu ka xoojiyo luqadda carabiga markuu carabiga si fiican u akhri karo kadibna marka asiga akhrisan karo sidaas baa insha Allah aan isleeyahay lagu mataqaana lagu aflixi doonaa aan isleeyahay insha Allah caruurteena naqanay insha Allah hogaamiyo muslimiinta tarbiyasid si inay berito hogaamiyaan waxay ku dadaali jireen inay saxaabadooda ka dhigaan caruurtooda inay ka dhigaan caruur oo berito hogaamiyo muslimiinta sidaa daraadeed baa islaamku meel walba uu ku gaaray marka insha Allah waxaan kusoo gabgabeynaa ama kusoo dhameynaa insha Allah inay waalidiinta ku dadaalaan caruurta tarbiyadooda mar walba ee la socdaan insha Allah and last advice for the young guys insha Allah be respectful be kind towards your school keep it clean all the time make sure that if you see any dirt take care of it if you see the surrounding of the masjid or the Quran or the duksi clean it up if somebody you see throwing something in the masjid or in the surrounding of your learning center make sure that you tell them to clean up or you clean yourself so you can get the reward and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq and the understanding and anything good I said is from Allah subhanahu wa ta'ala and any shortcoming is from me and the shaitan we ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make you the people of the Quran say ameen may Allah subhanahu wa ta'ala make you the people of the Quran say ameen may Allah subhanahu wa ta'ala make you a great leaders say ameen may Allah subhanahu wa ta'ala protect all the parents waxaan weydiisanay Ilaahay subhanahu wa ta'ala kulli inuu noo dambi dhaafo aakhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin jazakallahu khairan sheekh jaamac kalamadii qiimaha badneed uu noo jeediyay insha Allah ta'ala anaga waqtiga ka faa'iideysanayna insha Allah barnaamijka waxaa nooga xiga khudba carabiya uu noo jeedin doono ardayga ah Jaabir Ismaaciil نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الضيوف الكرام إن من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عبادة النعمة الأولاد فهم إذا صلوا عمل صالح يستمر للأبوين حتى بعد موتهما فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة الجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهكذا تكون نعمة الأولاد تعود على الأبوين بخير في الدنيا والآخرة وهم زينة الحياة الدنيا قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إلهي سبحانه وتعالى خير هسيو كلمة داس خطبة داس ونوجي إن شاء الله وحا إنه حقي دونا كلمة عن موضوع الفلاح كلمة كسابسا ليبانتا أو إنه جيدين دونتو محل فردوسة أي أميمة فردوسة أي أميمة أي إنه جيدين دونا إن شاء الله تعالى فلتتفضل مشكورتين مأجورتين magacayga Fatusa Ahmed Aadan maanta waxaan aqoon doonaa speech. Success is a journey, not a destination. You know you're on the right track when you have no interest in looking back. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Success is a journey, not a destination. It is often said that success occurs when preparations meet opportunity. Now opportunities will undoubtedly present themselves with time, but how are you treating yourself through all of the time spent in preparation for accomplishing your goals in the meantime?
Are you giving yourself credit for the work and the energy that it takes to become a more successful individual? A major aspect of the success equation has to do with being good to yourself, treating yourself with kindness and encouragement along your life journey. It is important to celebrate all victories, large and small, on the journey toward fulfilling your dreams. Guys and girls, simply having the determination to pursue your happiness, your goals and your dreams is a massive success in itself. It takes an incredible amount of courage to wake up every morning and keep moving and keep motivating yourself to work hard toward the life that you've always imagined living. The preparations part of the success equation. Your journey should be celebrated for success is not a simple destination. Success is not something that we arrive at one day. Success has everything to do with your individual day-to-day choices, actions and experience, no matter how big or small they are. تكبير ما شاء الله إله بركاته كلمة داس أو ليبان تقصها سنة أي نوجدين إن شاء الله تعالى وحكى له إنه أقول حاجة دونا خطبة إنجليزية أو نوجدين دونا إكرام عبد الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ikran Abdullahi. Today I'm going to be talking about my journey on finishing the Quran. It is not an easy process for me, but I finished the Quran, mashallah, with the help of my family and my beloved teacher Ma'anzara. I am proud to say I had many hardships to come to this madrasa, but I finished the Quran in some few months. My motivation on finishing the Quran was my mother and my teacher Ma'anzara. They pushed me and helped me and made it possible for me to be up here today, and that is my journey on finishing the Quran. Jazakallah khairan. الله إله سبحانه وتعالى هبركه وحانوق حقه حوار دار بين التابعي الجليل سعيد بن جبير والحجاج بن يوسف الظالم من الدرجة الأولى دود الأحمرتي سعيد بن جبير تابعي الجليل هاي حجاج بن يوسف وحنا نوجدين دونه أرديا شكلها حمزة صهيب محمد حمزة هي صهيب هي محمد. Said was finally appreciated and brought before Al-Hajjaj. Said was finally appreciated and brought before Al-Hajjaj. Expect of the transcript to follow. Said entered upon Al-Hajjaj and asked his name, and he knew his name well. Assalamu alaikum, Akhi, what's your name then? Said ibn Jubair. No, Ya Shaqi ibn Qusayr. Al-Hajjaj is playing with words here. Sa'id means happy and Shaqi means unhappy. Jubair means one who splits broken bones and Qusayr means one who breaks them. My mother knew better when she named me. I have golden with bags of gold were bought before Sa'id ibn Jubair in order to try him. If I knew you could do it, I would take you as God. Shaqi ibn Qusayr, I will kill you with a killing with which I have not killed any of the people before. O Hajjaj, if you gather it to be heard and seen in showing off and to use it to avert others from the way of Allah, then by Allah it will not avail you against him in any way. Saying this, he aligned himself towards the Qibla. Take him and turn him to other than the Qibla. O Hajjaj, choose for yourself whatever killing you want. By Allah, you will not kill me. With the killing, accept that Allah will kill you with the like of it. So choose for yourself whatever killing you want. Put him under the earth. Al-Hajjaj was outdone in order of the beheading of Sayyid ibn Jabal. Sayyid was maintained in the month of Shaban, 49th century, May 714. At the age of 49, Al-Hajjaj died within a month. iyo سعيد بن جبير دود الأحمرتي واد مقشين حالي هذا حجاج بن يوسف أو نبقى بدنا أنت أسقف أودي لي إن شاء الله تعالى وقت كان كفايدة سنينا إن شاء الله وحان كوحكسيننا خطبة إنجليزية أو ينوجدين دون حنان محمد إن شاء الله حنان محمد خطبة إنجليزية إن شاء الله أو إنجليزية. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hana Muhammad and today I'll be telling you the journey of finishing the Quran. Before I tell you the journey of finishing Quran, I would like to thank my Ma'allim Manzara, my mom and my friends. Manzara teach me the Quran and she pushed me to finish the Quran in few months. I would like to take my friends to encouraging me and my mom to push me.
The Quran was not that easy or it was not that hard. It was normal thanks to Ma'am Zahra. I would like to thank my sister for reading the Quran with me. Thank you. ما شاء الله إله سبحانه وتعالى هبركيو خطبتي نوجي إن شاء الله تعالى قبل أن تاجنا بإذن الله تبارك وتعالى أرت مرة أني سنة كان ماشى أنفدينه فديان إن كل جناهن ملاك إن نلجرتوا محل رأي نلفديسه ملاك إن كل صاحبتنا درجة يرماهن إله سبحانه وتعالى كو كأقبل إله نقبل الدقات أنا واحد كلا أوقاتان مركان فديان كإستاجينه إن لنا به دونه قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات إذا كل إذن دم بلا فإستاجا حمانتنا وناقل إذا كوجب بدلي وأميله لسوق دم بلا فمرك إن شاء الله تعالى أنت صدنا وأجرها أني سن إن شاء الله تعالى حدنا وحان كلمة أنسين دونا المدير مامورها معلم موليد محمد عثمان فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رسولك إلهي وحيري عليه الصلاة والسلام dadka waxa uu khayr badan qofka quraanka barto markaas kadibna dadka sii baro. maanta waxa alxamdulillah la fadhiya caruurteeni oo dadku uu khayr badan oo quraanka barashadiisa ilaa hadda ku jiraan qaarkoodna ay xifdiyeen alxamdulillah. waxaan kaloo u mahadcelinaa albayaan ragga mas'uuliyiinta oo dhan oo madrasadana garab istaageen waqti kasto. hadda alxamdulillah waxaan guda galaynaa aniga waqti soo gaabanayno shahaadadiina dhiibnaan qaybino sheekh shariif afay soo dhawaaw iyo sheekh jaamac shahaadooyinkana qaybna rabnaa insha allahu tacaala. sheekh shariif afay, sheekh jaamac, sheekh shariif markaawi noo soo dhawaada insha allah. baaraka allah fiikum. إن شاء الله تعالى وحن قد قلنا شهادة قيبينتي إن شاء الله تعالى وحن نعمة لبي طبعا أرديمانتا إن قدون سينو شهادتنا وقيمها بدن أو أي تسنيس إن إله سبحانه وتعالى كلام كيس أي برتين وقت أي قليين جهد أي قليين ما أنت إن شاء الله تعالى شهادة القدون سين دون إن شاء الله تعالى وحنا لدردار منا إن القرآن كيسي ودان أي مراجعيان أي مذاكريان إن شاء الله تعالى والدينتنا إن إلى قرب قلام أرديك وقهر إن شاء الله تعالى وحنقون دونا عبد الرحمن درويش هذا عبد الودود حسن إسحاق. عبد الودود حسن إسحاق ما شاء الله. ما شاء الله إن شاء الله وحنكو حكسيننا أرديدا حنان محمد إبراهيم. حنان محمد إبراهيم. كبير وحاكو حقا أرديدا عبد الشكور يوسف سمتر. ما شاء الله. ما شاء الله. تكبير. ما شاء الله. شهادوين كان يلا يريسن. أنا محل إلى هذا مركا القرآن كأنه من وح شهادة نسيم لهن. لكن هذا رجينا إن شاء الله. البيعة هي امتحانها يديرها إن شاء الله. إن شاء الله وحاكو حكسيننا أرديدا رئيس حسن عبدي. رئيس حسن عبدي إن شاء الله. ولا كذا أقدومي دون إن شاء الله. هذا موجود ثاني. ما شاء الله ما شاء الله. وحنا وقع حكت أرديدا جويرية إسماعيل عمر. جويرية إسماعيل عمر.
إن شاء الله تعالى وحنوجه حتى أرديدا نمعة عبد الرحمن عبد الناصر. تكبير. ما شاء الله ما شاء الله. وحنوجه أرديدا رضوان أحمد محمد. رضوان أحمد محمد. رضوان أوي. وحنوجه مصعب عبد الله غالب. مصعب عبد الله غالب. وحنوجه إكرام عبد الله محمد. إكرام عبد الله محمد. ما شاء الله. وحنوجه أرديدا أم الخير قاسم خليف. أرديك وقدم به إن شاء الله تعالى محمد إبراهيم علي. محمد إبراهيم علي. ما شاء الله ما شاء الله. ان أرديك لينا عبد الشكور يا وحو عدسنا ان معلمين تسوء مهد عليه ان شاء الله تعالى. اساك كسور بيننا فليتفضل ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. انتك ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحار باينا things كده أبهيجا هذا يوم معلمين يا شيدا أبهيجا ننفي عن بوها ما تدوم ينكرج كرني هنا مدرسة سفي عنه سمايه. ما شاء الله ما شاء الله. هذا القرآن كوي برته مالين كستا 4 o'clock إلى 7 o'clock ويك عسى عشكي بآخرنيه. معلمين يا شيدا معيب قرآن كوي برين سورة الناس إلا عرف. سورة الناس إلا عرف يهوي إذا أنت عرف إلا بقرة أو معلمين يا الكلاتو هالبكرية بالبره. ما شاء الله ما شاء الله. تكبير. ما شاء الله ما شاء الله. قيسني ما هو مجود وجدا. هياك لو معلمين تسوى ما تعلنا أو ديارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أنت محاربة مهد إنه وقليو هوي ذا عابي ذا يوم معلم كيغا. ما شاء الله. معلم كيغا ويبري القرآن سورة البروج إلا سورة البقرة. ما شاء الله ما شاء الله. معلم كي مقعيس محاوي مع الموليد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله كبرك الله كبرك ما شاء الله. waxaan u madcelinayaa xasan darwiish cabdiraxmaan xasan darwiish ninkaan waxaan saaxiib ahaa jirnay iyo laba kalo muscab cabdulla khaalib iyo cabduladuud xasan lockdownkii saaxiib baan ahaa jirnay saddexdooda. ما شاء الله ما شاء الله عليهم lockdownkii waxay marayeen saddexdooda laba kahfi marayeen mid muscab ibn xaj marayeen lockdownkii aad juhdi badan ay bixiyeen dadaal badan ay bixiyeen dadaalkaasna waxaan iska lahaa waalidiinta ayagana aad ay u dadaaleen markii aan waco cabdiraxmaan xasan darwiish markaan waco
أنا عشر كم تقانا حول يجري وأقانا مصعب على مركو عشر كبحي عبار وضع حول يجري توام مسؤول يجري معلم نحن آخرنا سحميين مسوا قلت عبد الودود سومالي أنا كوه الله سن إنجليز كوه الله سمنا قانو مركو قبض الحلين مركز سد حلانين حقيقة سد حد مسوي استاجر وحي كمديهن أنت نلاش شيء عن سجود وجود عيه سد حد ذا كمده حقيقة لقدام كي جانس بدنا أسكين وأسكي عبادة السنة رجع ودعينا رجعنا كمده والدين وهل كان جو دعينا ويجران وكمديهن رجعنا هذا وجع الله جزاكم الله خيرا بارك الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلهم من حفظة كتابك والمتقنين والعاملين به اللهم اجعلهم من حفظة كتابك والمتقنين والعاملين به اللهم اجعلهم من حفظة كتابك والمتقنين والعاملين به اللهم اجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلهم من البارين لوالديهم اللهم اجعلهم من البارين لوالديهم وارزقنا برهم أحياء وأمواتا وصلى الله على نبينا محمد. ما شاء الله برنامج وحيرك هرسل إن شاء الله تعالى وقبل إن شاء الله أرديدا دنو معلك أدعي يا الله ماني أرديدا كلين أدعي معلك وحيري اللهم اجعلهم تعالى هذا وقهر سبحان قدونسين دونا شيخ شريف أبو بكر أفي ما شاء الله شهادة أسأل قدونسين دونا وحكومة تياليري وشيخة أقوح أغرسك بدن شيخة وحي أو بالله أو دمايو تاس أنا أقوم مرقاتك عايو وأني ومحلي أقوح بالله لما يسترو جوكتية جهد بحية وقت قلية أنا شهادة كلية مدينة يعني ولي دمرك وحاول يدري لها على شيء الله بوحين جيبك على بوحي رنت هذه شيء جيبك بوحي الله يديم بركة بارك الله فيكم الله ما شاء الله وحنا وقع شهادة أو قادم دونته آمين زهرة محمد علي آمين زهرة محمد علي وحين كومدتي وخادمة القرآن وأهله وحي أقد ميسا قرآنك إيه أهل كيسا محايلي كرامه إيه الشرف هو قف إن إلهي سبحانه وتعالى كلام كيسا أقد مايو أهل كيسا أقد مايو تاسي كومدتي إن شاء الله وذات كذا لقدوم دون إن شاء الله بإذن الله تعالى الشيخ عبد الرشيد إن شاء الله تعالى شهادة إذا حدا يقول بس إن شاء الله تعالى وحال قدون سين دونا أرديقة أقو أخلاق دفعنا أو أقو أخلاق دونك سنة إن شاء الله تعالى سنة كان أيمن إدريس إبراهيم إن شاء الله أيمن إدريس إبراهيم تكبير الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى هبركه بإذن الله تعالى إذن كان إلهي إذن بركه والدينتا أرديدا معلمينتا إن شاء الله تعالى قبل تاجنا هاي الله إذن بركه سانتي أتقاد إلهي سبحانه وتعالى هذيك أجرسيه طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا إن شاء الله تعالى وعنكم قبلنا دعوا إن شاء الله تعالى ودعين دونه شيخنا شيخ علي فليتفضل مشكورا آمين سلا آمين سلا ماشى المركل لقول كل ما مركل دعينا آمين تيسا كدافين محل أنت قفوا ماشى يسقط من آمين تا إلهي سبحانه وتعالى مردنا إن شاء الله آمين لها الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خيرا وبارك الله فيكم إن شاء الله. هوش ماشي سينوغو إكتاي ماشي سينوغو إكتاي إن شاء الله. الله يدين بركايو.